السلام عليكم. محاضرة جديدة في سلسلة السي اس اس، تنسيق صفحات الانترنت. هنتكلم النهاردة عن الكومبينيتورز سيلكتورز في السي اس اس، وهناخد نوعين منها. نقدر نعمل بيهم شغل حلو قوي، وفي نفس الوقت نقدر نتحكم في عناصر ال HTML اللي احنا عايزين ننسقهم باستخدام العنصرين او الاداتين اللي هناخدهم في المحاضرة دي ان شاء الله. فتعالوا كده نعمل يعني بسرعة كده مجموعة من الأكواد في ال HTML اللي هننسقها. فكود فيرس، وعندي هنا مثلا كمان واحدة كده بي هنا أكاديمي. وهنيجي هنا نعمل ديف. الديف ده جواه بي، وهنكتب ده بالعربي مثلا السلام عليكم كده. وهنكتب بي، بي واحدة كمان هنكتبها آم، أهلا وسهلا كده. وهطلع بره الديف، هكتب بي كمان هلو مثلا. وهنا جوه الديف هنعمل آه مثلا سيكشن. السيكشن ده هنكتب فيه باراجراف كده، وهنحط فيه كلمة مثلا ايه، مرحبا مثلا كده. فكده احنا عاملين باراجرافات بره الديف، وبعد كده باراجرافات جوه الديف وكلها بالعربي، بعد كده باراجراف بره الديف تاني بالانجلش، وكل الباراجرافات اللي جوه الديف كلها بالعربي، وفي باراجراف جوه سيكشن مرحبا برضو بالعربي. وهنبدأ بقى ناخد نوعين التنسيق اللي احنا هنشتغل عليهم، والاثنين من نوع كومبينيتورز سيلكتورز، يعني الحاجات اللي بقدر اعمل فيها كومبينيشنز ما بين اداتين من ادوات السي اس اس. فاول واحده فيهم انا هاجي اقول له ديف. انا كده بنادي على الديف اللي موجود عندي في ال HTML، فهقول له ديف كده، وهاخد مسافه. ادي اول علامه اهو ان انا اخد مسافه، هي العلامه نفسها ان انا اخد مسافه. وبعد كده هقول له انا عايز البي اللي جوه الديف، البي اللي جوه الديف. وهروح فاتح الاقواس بتاعتي وهدي التنسيق وليكن كلر ريد. فهنلاحظ ان الثلاثه اللي جوه الديف اللي هم السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا، اللي هم اللي مكتوبين بالعربي، تم تنسيقهم. الثلاثه دول اللي موجودين فين؟ الثلاثه دول اللي موجودين جوه الديف وجوه السكشن، يعني اللي موجودين جوه الجزء ده كده كله على بعضه. البي اللي موجوده جوه الديف والبي اللي موجوده جوه السكشن. الاداه نفسها فين؟ هي اداه المسافه اللي انا خدتها دي. ممكن نكبر لحضراتكم كده اهو. المسافه اللي انا خدتها دي اللي هي المسافه دي، المسافة دي هي العلامة نفسها، هي الكومبينيتورز نفسه، هو ده الرابطة اللي أنا ربطتها. طيب الأداة التانية بقى، مجرد إن أنا بدل ما أحط المسافة هحط علامة أكبر مني دي. مجرد ما حطيت علامة أكبر مني هنلاقي إن السلام عليكم وأهلا وسهلا هم اللي اتلونوا باللون الأحمر، لكن مرحبا ما اتلونتش. على الرغم من إن مرحبا موجودة جوه الديف اللي أنا بنسقه. يعني الديف اللي أنا بنسقه أصلا أهو، الديف جواه كام باراجراف؟ فيه ثلاثة، لكن منهم في واحدة موجودة جوه السكشن اللي موجود جوه الديف دي ما اتنسقتش، ما خدتش اللون الأحمر. ليه؟ لأن الديف اللي أنا عامله، الأداة اللي أنا اشتغلت بيها، الكومبينيتورز اللي أنا اشتغلت بيها اللي هي الأكبر مني، العلامة دي بتعمل إيه؟ بتخلي البيرنت يلون التشايلد اللي جواه بس، لكن لو في تشايلد جواه تشايلد تاني ما يتلونش، زي اللي حاصل مع السكشن ده. البي اللي جوه دي ما تلونتش. دول اداتين مهمين جدا في الكومبينيتورز. اشوفكم في محاضرات جديده. لو عجبكم الفيديو شير ولايك للقناه. السلام عليكم.